رحت للبحر ولا لابيسين ودخلك الماء في ودنك، واش دير؟ الالكول بوريك ولا الاكسجين؟ تبع معايا ني هذا تبع معايا. قبل ما دير الاكسجيني ولا الالكول بوريك واش لازم دير؟ الحاجه الاولى لازم نخرجوا الماء اللي راه داخل ودننا. دوك انت اذا كان عندك بوشون داخل ودنك، هذه الحاجه راح تمنع الخروج تاع الماء، هنا دوك نروحوا لها. اما اذا ما كانش عندك بوشون في ودنك واش دير؟ تحكم ودنك منا، تحبطها لتحت وتميل راسك وتخلي الجاذبيه وحدها تجبد الماء. اذا ما فادتش هذه الحاجه تقدر تفتح وتطرق، دير هكا وقعد دير هكا واحد 10 دقائق، الماء كومبلي وهاد الحركات هو راح يحبط. تقدر ما ديرش غير الفونتوز هكذا وتجبد، حتخلي الماء هذاك يهبط ليك ولا لولادك. ما اذا الطريقه ما فادتش وحسيت بلي مازال كاين الماء داخل، تقدر ترفد السيشوار تبعدو بواحد 30 سنتيمتر على راسك، ديرو يدور خفيف وحراره خفيفه، وتقعد دير من بعيد. الحراره هذيك رايحه تنشف الماء اللي كاين داخل ودنك. هنا واش ندير من بعد؟ اذا كان عندك بوشون في ودنك وكان عندك شوائب واوساخ، هنا نقدروا نستعملوا الاكسجيني. بيان سور اذا ما كانش عندك ثقب ولا